انا مخطوبه لمهندس برمجيات شغال في شركه كنديه من البيت وبيقبض $1000 في الشهر، اللهم بارك، هو مرتاح ماديا، وجايب لي موبايل جديد في العيد الصغير بحوالي 30000، وكريم قوي معايا ومع اهلي، بيزورونا مرتين في الشهر بالكتير وما بيدخلش فاضي ابدا. الفتره اللي فاتت كنت بنكد عليه كتير لدرجه اننا اتخانقنا في مره ساعتين في وقت شغله، وجاء قبل العيد قال لي ان اتبعت له ايميل انه ساب الشغل بسبب المشاكل اللي ما كانش بيعرف يركز في شغله بسبب، وحاليا بيدور على شغل جديد. قلت له ده خير ليه، واكيد ربنا شايل لك الاحسن وما تزعلش وسيبها على ربنا. بس ماما بعدها قالت لي انت لازم تسيبيه، ده شغله مش ساب. جيت فكرت في كلامها لقيته صح، وممكن فعلا نبقى متجوزين ويسيب الشغل فجأة وما نعرفش نصر. فكلمته تاني وقلت له الحب مش كل حاجه واحنا مش متفاهمين مع بعض، وبعت له حاجه ونهيت الموضوع بدون ما اقول له سبب، وهو ما حاولش معايا ولا حاول مع بابا حد، وبعد قرايبه ياخدوا حاجته كلها. هو انا كده اتسرعت، بس انا دلوقتي عرفت وشوف انه ليه شغل تاني وبمرتب احسن، وبفكر بصراحه ارجع له، بس خايف على شكله رغم اني حبيت ابعت له في العيد، بس هو عمل لي بلوكات تليجرام وواتس، بس متابعاه وبشوفه بينزل صور على الانستا وكده وعايش حياته ومبسوط على الفيس ولا كانه كان بيحبني قبل كده، وما حاولش معايا ولا مره خالص من ساعه ما نهينا الموضوع. ازاي هنت عليه العشره بالشكل ده؟